الناس اللي بتشرف بيهم لما بشوفهم في الشارع، تلاقيها لابسه واسع ومنقبه وشكلها جميل كده وحاجه تفرح. يا وائل، فرح سمير النهارده ما تنساش نروح له، ها؟ عشان ما يزعلش. فرح يا عم، انت في حكايه، انت في دماغ وانا في دماغي. في ايه بس مالك؟ في انا ايه؟ في حاجه بس كنت عايز اقول لك عليها. في ايه خير؟ بنتي مالها؟ طبعا انت عارف بنتي عندها 14 سنه. ايوه عارفها، ربنا ماشي. يحفظها ويخليها انا لك. طبعا من بدري جبت لها التليفون عشان خاطر بقى ايه الدروس والحاجات ديت، يا عم العيال ونطمن كلها عليها وكده. العيال كلها معاها تليفونات. مسكت التليفون بتاعها امبارح يا اخويا، اه ما بيفتحش، عامله له رمز، اه فمش عارف، ده حاجه مقلقاني. عامله له رمز. اه يعني انت ما بتعرفش تخش عليه؟ لا، هفتحه ازاي؟ مش عارف افتحه. ما انت عايز تطمن عليها قصدك يعني. اه طبعا. اه بص يا اخويا وائل، الدنيا ما بقتش زي الاول. ايوه ربنا يحفظ الجميع. تمام. تمام. انا سمعت موضوع كان على النت، اه الشاب اللي هو قعد يتكلم بتاع 15 بنت. بجد؟ اه والله، ما سمعتش على الموضوع ده ولا ايه؟ 15 بنت بيكلمهم؟ اه ده الدنيا مقلوبة عليه. 15 بنت طلع بيكلم، عارف يعني ايه؟ مستوعب؟ طلع بيكلم 15 بنت. فانت يا وائل يعني ما البنات في سن صغيره وبتستنى اي كلمه حلوه وخلاص وعلى كده وتمشي فين وراها. دور الاب والام؟ فين واجبهم طب ما قدام يعني ربنا؟ انا هراقبهم فين يا ابو حازم؟ لازم قول لي. تراقبهم انا راجل في شغلي، يا باشا. بطلع من مفيش شغلانه دلوقتي، بدخل في شغلانه تانية. معلش مهما يكون لو انت شغال 50 شغلانه ده هتتحاسب عليه. ودوت مش عذر عشان تبقى فاهم، ده لازم تخلي بالك من بنتك. طب اعمل ايه؟ لازم طيب؟ تطمن عليها، قول مفيش لي حاجه أعمل اسمها إيه؟ حريه اعمل ايه؟ شخصيه. طيب اشيل التليفون الزمن منها؟ دوت مفيش حاجه اسمها حريه امنع شخصيه. التليفون منها؟ مش تمنع، يبقى قدامك مكشوف في اي وقت انت عايز تمسك التليفون وتطمن عليها. حقك يا باشا، انت ابوها. تمسح الرمز. مين هيخاف عليها؟ مين هيخاف عليها ولا هيحبها قدك؟ مش انت ابوها؟ انا ابوه. طيب تمسح الرمز، لا اما تعمل رمز انت تبقى عارفه. ما انت شايف القضيه اهي. عارف يعني ايه 15 بنت؟ عارف يعني ايه؟ يعني 15 كلمهم اسره، كلهم. 15 اسره اتدمروا. فاهم يعني ايه؟ ده الدنيا مش واحد، زي الأول. ده واحد. واحد بس. في حاجات طب كتيره الله مخفيه. ينور عليك. بص انت قلت ايه؟ في حاجات كتير مخفيه، وما تزعلش مني في الكلمه يا اخويا. الله اعلم بنتك برضو عامله رمز، وممكن تكون بتكلم حد بعيد. بعيد ولا ممكن؟ مفيش حاجه بعيده. فانت تطمن يا حبيب قلبي، تطمن على بنتك حفاظا على بنتك وعلى بنات المسلمين جميعا. اسمع مني. صح، هو ده المفروض. يا عم سلمها لله يا عم وائل، وانت اعمل زي ما انا ما قلت لك. كلامك صح. سلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي حبيبي يا محمد، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا محمد؟ شفت المشكله بتاعت امبارح؟ مشكله ايه؟ بس اقعد بس الواد كده. بتاع الزقازيق اللي كان بيكلم 15 بنت. صدقتني؟ الدنيا صدقت؟ مقلوبة يا لسه جدعان. كنت بقول له اقعد الدنيا ده مقلوبه. اقعد، ده عنده كارثه. الدنيا مقلوبه يا عم وائل. صاحبك وائل عنده كارثه. انا نفس المشكله مع بنتي. لسه قايل له. إيه؟ التليفون عامله له رمز ومش عارف افتح التليفون ولا اعرف عنها اي حاجه. طب ما قلتلهاش افتحي الرمز ليه؟ ما انا مش عايز اكيد اتحججت. مش عايزها تكشف. لا انا عايز اشوف من وراها. لا ما ينفعش من وراها، كل حاجه تبقى على المكشوف يابا. صلي على رسول الله. عليه الصلاه عارف والسلام. اللي احنا فيه ده كله ايه؟ سببه ايه؟ اه اولا بعد عن الدين، ثانيا ان احنا ما فيش رقابه على النت لعيالنا، احنا بنسيبهم يتفرجوا على اي حاجه. اه عندك حق. يخشوا تيك توك، معلش في الكلمه، واحده بترقص البنت هتغير عايزه تعمل زيها عشان تجيب فلوس. لا ما اعرفش ايه بيحصل، بيخشوا مش عارف ايه يتفرجوا عليه. صح. ما عادش في رقابه. لازم يبقى في انت الاب والام لازم يبقى عندهم رقابه لبنتهم ولابنهم. انا مش هقول لك ان البنات دي ضحايا، اللي يقول كده يبقى ما بيفهمش حاجه. بدل بنت ماسك التليفون وعارف تعمل باسورد وتفتح فيسبوك وتفتح ما اعرفش ايه وتعمل ايه، يبقى فاهمه كل حاجه. صح. وتروح له لحد البيت يبقى عارفه كل حاجه، يبقى هي مش ضحيه، هي عليها اللوم زيه. انا مش بقول لك ان هو ما يتحاسبش، لا هيتحاسب وهي برضه تتحاسب عشان يبقوا عبره لغيرهم. لكن ما نجيش نقول البنات ضحيه، لا، ما فيش حاجه اسمها ضحيه، كله غلطان. كله غلطان فكله لازم يتحاسب. صح. نيجي بقى للاب والام برضه يتحاسبوا عشان هم ما عرفوش يربوا، ما عرفوش يحتووا عيالهم. ما تقوليش بقى انا عندي شغل، انا مش فاضي راح الكوافير، انا مش عارف قاعده مع صاحبتي. لا يا ماما،
مفيش الكلام ده. احنا بقينا في زمن السوشيال ميديا، الانترنت، التواصل الاجتماعي، كله بيوصل لبعضه في خمس ثواني. انا ممكن اخد صورتك دلوقتي واركبها لا مؤاخذه في الكلمه على جسم حاجه تانية، وهقول لك انا ما اعرفش وهعملك وهسوي. طب احنا ليه كل ده؟ احنا ليه نوصل للمرحله دي؟ لا احنا نقعد مع عيالنا نفهمهم بالراحه، في حاجه اسمها غلط وفي حاجه اسمها صح. انا امشي في الصح، انا امشيش في الغلط، عشان انت لما هتسوقي السمعه هتسوقي سمعه عيله كامله. انت بتضيعي شرفك، بتضيعي شرف عيله. الحق بنتك يا عم وائل، فده غلط. الحق بنتك قبل احنا ما ما ينفعش يا تضيع. جدعان نسكت على حاجه زي دي. معلش انا بكره هتجوز واخلف، انا بقيت خايف اصلا اتجوز، والله بقيت خايف ان انا اروح اتقدم. انا ما اعرفش الدنيا ماشيه ازاي ولا رايحه فين ولا جايه منين، كله بقى بيخبط في بعضه. كل ده عشان احنا بعدنا عن ديننا، كل ده عشان احنا بنعمل افلام ومسلسلات وما احناش عارفين ايه الرساله منها. واحد يطلع يتريق لي على الاسلام وعلى الدين، بيدعي الهزار في فيلم اسمه برشامه باين ولا ما اعرفش، انا والله ما اتفرجت عليه بس انا بسمع على النت فيلم اسمه برشامه يقول لك ما اعرفش ايه، وانا هغلط النهارده وبكره اتوب، انا تبت واتقبلت. والتاني يقول له انت بتسال لي كده؟ انت بتسال مين يا عم؟ انت بتسال مين يا عم؟ ده اللي خلقني وخلق. انت عرفت منين اصلا؟ انت عرفت الغيب منين؟ ما هي دي الحاجات دي اللي بتدمرنا، الحاجات دي اللي بتخلي العيال واولادنا مش حاطين دماغهم في اي حاجه في الدين. هو عنده واضحك واهزر والعب والكلمتين الحلوين المعسولين، ايوه يا قمر، ايوه يا عسل، ده انا هتجوزك يا بت، ده انت ام العيال، ما اعرفش ايه، لا ما تخرجيش لوحدك، لا البسي طرحه، لا اعملي، طب ما تجيلي البيت ما فيش حد في البيت، لا ابويا وامي، ما ابوك وامك مش هيعرفوا حاجه، ويحصل اللي يحصل. وزي ما انت شايف 15 بنت اتدمروا. هنقول الغلط على مين؟ على الاب ولا على الام ولا على الولا ولا على البنات؟ الغلط على كل دول، عشان دول كتله واحده المفروض يتمسكوا كده ويتعاقبوا عشان يبقوا عبره لغيرهم. انا بقيت بمشي في الشارع بشوف حاجات قصاد المدارس، حاجات ما يستوعبهاش عقل. دي تلاقيها واقف مع دي ودي واقف مع دي ودي ما اعرفش ايه، وتيجي تكلمه تقول له يا ابني انت عندك بنات عندك اخوات، يقول لك يا عم مالكش دعوه. ايه اللي ماليش دعوه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ احنا وصلنا لفين يا جدعان؟ حرام والله اللي احنا فيه ده. فانت يا عم وائل تروح الوقتي تاخد تليفون بنتك وتفهمها الوضع 1 2 3 يا بنتي، وما ينفعش، في اصول، في عقيده احنا اتربينا عليها، الدين بيقول كذا، ده كذا ده كذا ده كذا، لازم ما ينفعش تعملي كذا، ما ينفعش تقولي كذا. لازم تغيير الكلام ده للكل يا جدعان، مش لينا احنا بس. الفكر والتربيه فعلا والله. والله العظيم انا بشوف حاجات بتزعلني وبزعل من جوايا. التربيه لازم بنات تبقى زي بدايه القمر بالصح. بيضحك عليكي بكلمه، هو ما بيضحكش، انت اللي بتضحكي على نفسك. الشيطان ضحك عليكم انتوا الاثنين، هو جمعكم ووصلكم وبعد كده قاعد يتفرج عليكم، وهيجي يوم القيامه يقول لك انا بريء منهم يا رب، انا بس وصلتهم للطريق وهم اللي كملوا، انا ماليش دعوه. فليه يا جدعان نوصل لكده؟ احنا ليه؟ احنا نرجع لديننا، نرجع لاسلامنا، نرجع لعقيدتنا، نرجع للناس اللي بتشرف بيهم لما بشوفهم في الشارع، تلاقيها لابسه واسع ومنقبه وشكلها جميل كده وحاجه تفرح. هي دي الحاجه اللي الواحد يتشرف بيها، مش معلش بالكلمه لابسه لي منطلون، يعني انا واحد من الناس لابس منطلون واسع وخزيان هنحس ان هو ضيق، يعني لما تبقى ماشيه كده ومتقطع ومتشرط وما اعرفش ايه، ما هو العين نفسها بتعمل الفحشاء. لما انا ابص عليكي والشيطان يغويني ليكي واتصورك كده قدامي، انا يعتبر ان انا عملت الغلط معاكي بس انت ما انتش حاسه. طب ليه احنا نوصل للحاجات دي؟ لا احنا نراجع نفسنا قبل ما الموضوع يكبر. السلام عليكم.